قلت ان رؤية فوز الجزائر بكأس العالم ده الجزائر هتاخده من فرنسا مش من حد تاني. قلت رؤية فوز الجزائر بكأس العالم، قلت الرؤية دي يا جماعة الجزائر اصلا الكاس ده كأس العالم ده هتاخده اصلا من فرنسا، انه هيكون اصلا مع فرنسا. واخدين بالكم؟ انا عايز اقول لكم ان المغرب اخرها مش هتشموا تاني. المغرب اخرها الماتش الجاي هتتغلب، عشان تبقوا فاهمين. بس فوصلوا هم دلوقتي اللي قبل النهائي اللي هم هيواجهوا المباراه الجايه بتاعت فرنسا. انا بقول لكم ان المباراه الجايه بتاعت فرنسا دي هم يركنوا على جنب خلاص، هم اخرهم كده، وفرنسا اللي هتفوز باذن الله. وفرنسا باذن الله سبحانه وتعالى هي اللي هتاخد كاس العالم بتاع قطر ده. اظن دلوقتي مفيش الا 4 فرق هيلعبوا مع بعض. اتمنى من كل قلبي ان فرنسا هي اللي تاخد كاس العالم، عشان تبقى الرؤيه ماشيه في مجراها الصحيح. الرؤيه اللي هي ايه؟ بتاعه الجزائر. واخدين بالكم؟ لان عبرنا قبل كده بان فرنسا الجزائر هتاخد الكاس منها، كاس العالم ده منها، بس بعد ما عرقلوا للاسف الشديد الجزائر في المونديال بتاع قطر اللي موجود الان. يعني المكيده زي ما سيدنا يعقوب قال لسيدنا يوسف ان هم كادوا للجزائر وعملوا مكيده للجزائر انها ما تدخلش مونديال قطر. المكيده دي دليل اصلا ان الرؤيه هتتحقق. قلت قبل كده في رؤيه صريحه برضه، قلت انه اول دوله عربيه وافريقيه هتاخد كاس العالم هي الجزائر، عشان هم قالوا، ودي كانت رؤيه عبرتها في فيديو من الفيديوهات، كانت رؤيه عبرتها جت دلت قالت ان اول دوله عربيه وافريقيه هتاخد اصلا اللقب ده بتاع كاس العالم هي الجزائر. اول دوله عربيه وافريقيه هتاخد كاس العالم هي